يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا صباح الجمال، يا صباح التفاؤل، يا صباح السعادة، صباح الرزق، صباح الطاقات الإيجابية، الطاقة الجميلة، الطاقة السعيدة، الطاقة المتجددة. قومي اتنشطي معايا كده. صباحكم فل ورزق وهنا من عند ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يرزقكم يا رب من حيث لا تحتسبوا. ربنا يا رب يرزقكم كده برزق يتعجب له أهل السماوات والأرض. قولوا أمين، اللهم أمين. صحيت كده من الفجرية بنات، يعني بصوا بقى اللي هو النهاردة بقى ايه روتين السوق بقى. فبصوا كده قبل السوق بيوم بكون غاسلة التلاجة، منظمة البيت، مظبطة حياتي عشان يوم السوق دوت احنا ما بنقعدش. يعني كلكم عارفين ان احنا يوم السوق ده في حاجات كده لازم اول ما ترجعي من السوق لازم تظبطيها. فاحنا عايزين كده يومنا كده يبدأ بنشاط كده وطاقة إيجابية. فتعالوا مع بعض كده شوفوا روتيننا النهاردة، روتين هتطلعي منه بفوائد وحاجات جميلة جدا. بس أهم حاجة انتظري آخر الفيديو. آخر الفيديو في حاجة حلوة جدا جدا هتنفعك في ميزانية البيت وهتوفر معاكي توفير. بصي هتخلي كل الناس كده مبهرة بيكي، يعني كل الناس كده هتتبهر بيكي. يعني بصي حاجة كده هيتعجب لها الدنيا كلها. بصوا بقى حباب قلبي، بوريكم بس كده المنظر كده. يعني صحيت من الصبح بدري في الوقت دوت، على فكرة انا كنت رجعت من السوق. فاللي هو بقى ايه بفتح كده الايه، يعني انا فتحت الصبح بدري كده وصورت المكان وقفلت البلكونة تاني علشان خاطر بنتي الصغيرة لما بتخرج وتلاقي البلكونة مفتوحة فبتروح داخلة فيها. فانا قفلتها وانا ماشية من على يعني ماشية على السوق. ولما رجعت كده بالسلامة فتحتها كده تاني. بصوا بقى المنظر الجميل دوت، منظر كده منعش كده على الصبح كده، حاجة كده ايه تديكي كده طاقة إيجابية جميلة. لازم تقومي كده تفتحي الدنيا كلها حواليكي وتظبطي الدنيا. لازم كده ترشي معطر كده على الصبح علشان خاطر يبقى يومك كده منعش وجميل. بصوا بقى حبايب قلبي، تعالوا كده نوريكم بقى المشتريات الجميلة القمر دي وازاي نستفاد من المشتريات الجميلة دي. طبعا انا السوق بروح اجيب منه الخضار، انا ما بجيبش منه لحوم ولا اسماك ولا اي حاجة. بجيب اسماك في حالة لو انا هعملها في نفس اليوم. طيب انا بحكم شغل زوجي فما ينفعش ان انا ايه، يعني فانا ايه مفيش حاجة ماشية عليها معينة. فلان هو بيروح ايام وبيجي ايام فطبعا بيبقى فيها لخبطة، مش يعني مش يوم محدد ان هو بيجي عليه، بيجي فيه. فطبعا ايه انا بنظم حياتي ازاي. السمك موجود على طول باستمرار فطبعا بجيبه طازه اول باول لو انا هعمله. طيب انا اساسا عندي سمك اخويا بيروح يصطاد كده فبجيب السمك الصغنن ده فبيبعتهولي. عنده كده حاجه عشق السمك كده، عشق الصيد يا جماعه. حاجه كده بصوا من وهو صغير بيعشق حاجه اسمها ايه، صيد. فبيخرج بقى ايه يصطاد، فلما بيجيب سمك بكميه بيبعت لي منه شويه. فالسمك موجود والحمد لله. تعالوا بس موريكم بقى ايه المشتريات القمر دي. بصي انزلي السوق بدري، بصي مش قادره اقولك الاسعار جميله وحلوه. يا رب بس تفضل على كده يا رب، اللهم امين. انتوا عارفين قبل العيد كانت الاسعار نار، فدلوقتي اللهم لك الحمد. فعايزين بقى نحاول نبدا نوفر على قد ما تقدري. فتحاولي على قد ما تقدري كده توفري في الميزانية. وهقولك على فكرة حلوة جدا جدا جدا، لا هم فكرتين كمان في اخر الفيديو. بس تعالي بس هقولك بس ايه اسعار الحاجات اللي ايه اللي احنا جبناها كده النهاردة. انتوا عارفين يا بنات كانت الاسعار رافعه جدا معايا، مع الكل اسفه. فطبعا لا السوق حلو، السوق حلو جدا لما بتجيبي من حد جنب بيتك او كده الخضار، يعني محل مثلا فكهاني او كده بتلاقي عنده الخضار غالي جدا. بصوا بقى عايزه اوريكم كده البطاطس دي جميله جدا اهي ما شاء الله. الاتنين كيلو عاملين 15 جنيه، يعني كيلو عامل يا حباب قلبي 7 جنيه ونص. فالاتنين كيلو قال لي خديهم بايه، حلوه جدا جدا جدا. والتانيه دي بقى ايه ب5 جنيه. فما شاء الله والله العظيم تحفه يا بنات. جربتها في التحمير حاجه تحفه، حاجه كده خياليه. وطبعا البطاطس من الحاجات اللي ما نقدرش نستغنى عنها. البصل كمان المفروض ان هو يكون في اوانه، يعني في الوقت دوت كده ايه بيبدأ كده يتحصد كله من السوق. فمش عارفة يعني ليه رفع كده الرفعة، يعني يعتبر بقى ايه في الاوان ده هو ب10 جنيه. طيب انا البصل ده على فكرة انا ما جبتش الكيلو ب10 جنيه، لا الكيلو منه حباب قلبي الكيلو ونص ب10 جنيه. فانا جبت كده كيلو ونص، فحاجة يعني تمشينا شوية لحد لما نشوف كده الاسعار هتروح فين مع البصل. يعني احنا المفروض ان احنا في الاوان ده بيبقى البصل ايه سعره رخيص شوية.
بصوا بقى يا حبايب قلبي، جبت كمان التوم برضو رفع بنات، يعني اول ما يعني ما كان طلع كده بس كان لسه اخضر صراحة، فالكيلو منه كان عامل 20 و30 جنيه. لا دلوقتي بقى الكيلو منه ب50 جنيه، جبت كده نص كيلو ب25 جنيه. فحلو برضو، انا ما اقدرش ان انا استغنى عن التوم. لما بيتبقى عندي شويه توم بفرزهم، مش بفرزهم في الفريزر، لا بحطهم تحت ايدي في التلاجة، بحط معاهم زيت زيتون او سواء خل، يعني بتحطيه في ازازه كده صغيره وحطي الخل، ما شاء الله بيقعد معاكي فتره كبيره جدا. بصوا بقى الطماطم دي، انا جبت الطماطم الكيلو ونص ب10 جنيه زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي، والتانية دي بقى اللي هي دي المنوره الجميله القمر دي، ما شاء الله حمرا وحلوه جدا تفاح. التانية دي بقى ايه جبتها، بص يعني بصوا ب5 جنيه، بس تحسها كده ايه طريه شويه، فدي انا هعملها للمحشي، يعني هفرزها او هعملها للمحشي، بتنفع جدا جدا يا بنات. فما يجراش اي حاجه لما تجيبي الطماطم تكون طريه شويه. بصوا يعني هي ما شاء الله حلوه، مش طريه اللي هي يعني ايه متفعصه والحوارات دي، لا يعني بتكون ايه تحسي فيها كده ايه من ناحيه تكون طريه شويه، يعني ايه بسيطه كده. فجبتها ب5 جنيه، حلوه جدا، ومن الحاجه اللي بصي بتوفر معاكي جامد لما بتفرزيها في الفريزر. تعالوا بقى اما اوريكم بقى الفلفل التحفه ده، انا جبت كميه فلفل يا بنات رهيبه. جبت الكيلو عامل 5 جنيه، فما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. هوريكم كمان، يعني انا جايبه كمان، بصوا بوريكم كده من تحت ان انا جايبه فلفل احمر. وبصوا بقى يعني مش قادره اقول لكم، عارفين انا بسجل لكم الفيديو وايدي مولعه نار، يعني انا خلصت الفيديو ده على طول وقعدت سجلته ايدي كده مولعه نار من الفلفل. الفلفل ده حراق جدا. بصوا كمان جبت فلفل رومي، وادي الكوسه، يعني بصوا كنت جايبه المشتريات على بعضها كده وحطيت كل حاجه على بعضها، الكوسه مع الفلفل. بصوا بقى الفلفل الرومي ده كمان كله في بعضه كده ب5 جنيه، فحلو جدا يا بنات. فانا قلت اجيب كميه نبدا نفرزها في الفريزر، هتنفعنا في ايام، انتوا عارفين في ايام الفلفل بيجي فيها بيوصل 30 جنيه واكتر كمان، فليه احنا نشتريه في الوقت دوت بالايه بال30 جنيه؟ يبقى انت كده وفرتي جامد جدا جدا في الميزانيه. فهنبدا نجيب الفلفل دوت وهنبدا ايه نفرزه كده مع بعض، وهعمله معاكم النهارده ان شاء الله. وزي ما بقول لكم كده وانا بسجل الفيديو ايدي كانت مولعه نار، فاللهم لك الحمد. فدي من اجمل التوفيرات الجميله جدا اللي هتنفعك. وهقول لكم كمان على فكره حلوه جدا جدا هتعمليها مع الفلفل دوت، هتساعدك جدا جدا في البيت، يعني بطريقه جميله جدا، بس خليكي للنهايه. ده كله هيبقى في قلب الفيديو، هعمله معاكم وقدامكم كده عملي. بصوا بقى البتنجان الرومي ده كمان انا ما قدرتش ان انا اعمله النهارده، فصراحه اللي هو يوم السوق ده يا بنات الواحد ما بيقعدش خالص. فطبعا بقى ايه جبت كده البتنجان حباب قلبي صغير في كبير، اللي هو الرومي في الصغير دوت، علشان خاطر الصغير ده هحشي، والتاني بقى اللي هو الرومي دوت انا جبت كميه رومي، يعني جبت حوالي ايه 3 كيلو 4 كيلو مش فاكره والله. يعني اصلا انا جبت كله في بعضه كده فاهمني. فانا جبت ايه الكميه دي، وقلت بقى ايه هنبدا برضو البتنجان ده نعمل فيه حاجه حلوه، مش عايزه احرق لكم الفيديو او احرق لكم انا عايزه اعمل بيه ايه. فان شاء الله هنعمل ده كله عملي في وقت بقى جاي بقى ايه الحاجه رخيصه، وفي الوقت دوت امتحانات الثانويه العامه، فملخبطه لي كده الدنيا، فاللي هو انا ما بقعدش يا بنات والله، بحاول على قد ما اقدر ان انا اصور لكم كل يوم وانزل لكم فيديو. بس يا ريت بقى ايه انتوا تشجعوني كده وتعملوا لي اللايك الجميل القمر دوت، علشان خاطر بقى ايه قناتي تكبر كده، واحس ان انا الشغل اللي انا بشتغله بيديني نتيجه. على فكره بنات التصوير صعب جدا جدا جدا، غير لما انتي بتكوني بتشتغلي كده في البيت، اللي هو هتقومي تعملي حاجه على السريع وخلاص، تحطي على النار اضرب اضرب على طول على النار وخلصتي، غير بقى لما عايزه تلبسي وعايزه تظبطي وعايزه مش تظهري وعايزه تعملي معرفش ايه وتجيبي الكاميرا كده وتصوري كده. فده يا بنات في حد ذاته بتقفي كتير جدا، فبتضيعي اليوم كامل، فاليوم كامل بتبداي تشتغلي فيه. بصوا بقى الخيار دوت ما شاء الله عامل 10 جنيه، فانا جبت 2 كيلو ب20 جنيه. حلو برضو الخيار يا بنات جميل جدا. بصوا بقى احباب قلبي جبت ايه كمان، انا جبت خضره بقى ايه علشان خاطر نعمل المحشي. جبت كده الخضره كده زي ما انتم شايفين ب5 جنيه. انتوا عارفين بقى بيجي في وقت بقى ان الخضره بتوصل معانا، انتوا فاكرين العود كان ب5 جنيه؟ فاكرينه كان الناس عملته العود ب5 جنيه، فليه احنا نوصل للدرجه دي؟ لا نحاول على قد ما نقدر ان احنا نفرزه في الفريزر، يعني حاولي على قد ما تقدري كده فرزيه باذن الله ينفعك جدا. بصوا بقى كمان الليمون ما شاء الله نزل، يعني سعره كان عالي، بس النهارده بنات لقيته صراحه الكيلو عامل 20 جنيه 20 جنيه. جبت النص كيلو دوت ب10 جنيه، اقسم بالله زي ما بكلمكم كده، والله العظيم انا بقول لكم كل حاجه بما يرضي الله.
انا بقول لكم علشان خاطر تكونوا عارفين اسعار السوق، ولما تنزلوا السوق تكونوا عارفين بس الاسعار. هي كل اللي فيها ان انا بقول لكم علشان خاطر ايه، حاجه تفيدكم يعني، وتكونوا عارفين كل حاجه ماشيه ازاي. التفاح كمان ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، تحفة يا بنات تحفة. انتوا عارفين كان الكيلو ب60 و70 جنيه ما شاء الله، لا دلوقتي اللهم صل على النبي بقى ب30 جنيه. فجبت كده منه كيلو. انا قلت بدل ما اجيب يعني كميات، يعني مثلا اجيب 2 3 كيلو، لا انا قلت اجيب لاولادي كل اللي نفسهم فيه، وايه الكيلو ب30 جنيه. بصوا بوريكم بس، ده كان من الخضرة على الايه التفاحية، يعني مش كانت بايظة ولا اي حاجة. فما شاء الله قلت اجيب لهم كام نوع، يعني من كل حاجه كده كيلو. والله العظيم يا بنات عارفين كمان يعني ممكن تجيبي من كل حاجه نص كيلو. المهم ان انت ترضي اولادك وتخليهم يدوقوا من كل حاجه يعني طول السنه. مش شرط ان انا اجيب بكميات حاجه واحده واولادي محرومين من حاجه تانية. فبصوا بقى العنب كده زي ما انتم شايفين ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، هو كمان عامل 30 جنيه. فيعني بصوا الاسعار جميله جدا. يعني مثلا لو هتاخدي مثلا 100 جنيه هتجيبي لاولادك كل الفاكهه اللي انت عايزاها. بصوا بقى يا بنات، جبت كمان علبة البسكوت دي، طعمها حلو جدا 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 ما شاء الله، تحفة تحفة. بصوا يعني حاجة كده جميلة جدا جدا. العلبة دي عاملة 20 جنيه، فيها 24 قطعة، فحلوة قوي 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 صراحة. بصوا انا بوريها لكم بس علشان ايدي مكان ما انا بوريكم الخضار وكده، يعني ايدي متسخة جدا، فانا مش ماسكاها بايدي خالص تماما. بصوا هي سايحة عليها شوكولاتة كده، طبق من الشوكولاتة مع الكريمة، فسايحة خالص، فهي عايزة تتحط بقى ايه في التلاجة. بصوا انا هاكلها كده بقى عشان خاطر احلي يومي، بس اخلي يومي كده ايه محلو كده زيكم كده طبعا. فطبعا بصوا ما شاء الله حلوه جدا جدا وطعمها جميل جدا. فجيبي اي حاجه كده فرحي اولادك بيها، بحيث ان انتوا لما تقعدوا مع بعض كده تعملي مثلا كوبايه شاي بلبن، تعملي كوبايه قهوه، تقعدي مع اولادك بقى ايه، تقعدي تحكي معاهم. بصوا كمان بنات جبت كده الايه الخوخ دوت. يعني بصوا عايزه اقول لكم على حاجه، والله العظيم انا كانت بنتي طالبه الخوخ، يعني خلاص انا ما كانش معايا فلوس، الفلوس فعلا خلصت، فاللي هو هي عايزه خوخ. انا ايه قلت له طيب بص لو سمحت إيه الكيلو بكام؟ قال لي الكيلو ب40 جنيه. قلت له طيب ممكن اخد نص كيلو؟ قال لي ماشي. لا قال لي ب40 جنيه. قلت له واخره؟ قال لي 35. قلت له طب ممكن اخد نص كيلو؟ قال لي خد اللي انت عايزاه. فجيت قلت له طب اخد كيلو وتديهولي ب30 جنيه؟ قال لي خد اللي انت عايزاه برضه. فقلت الحمد لله، كان اخر 30 جنيه معايا، فرحت جايبه بيهم الخوخ والله. بصوا كمان جبت كده الشهد دوت. ده شمام مش شهد، ده الشمام يا بنات، جبته كده الكيلو منه عامل 10 جنيه، فدول كده ما شاء الله. فجبت يعني بصوا يعني زي ما قلت لك كده 120 جنيه هتجيبي بيهم كل الفاكهه اللي اولادك نفسهم فيها. وجبت لهم كمان يعني ايه كل حاجه كده مسليات بقى، بسكوت والحوارات دي. وجبت كمان ايه ب10 جنيه كده مقرمشات. لازم كده بقى ايه نقعد كده نتسلم مع بعضينا. وبكده حبيب قلبي جبنا الاسعار، جبت لكم كل الاسعار وكل الحاجات كده. فبصوا بقى ادي التسويقه بتاعتنا الجميله القمر دي. وتعالوا مع بعض بقى نشوف نعمل فكره خطيره خطيره خطيره. واوعي تروحي في اي مكان، خليكي دايما كده معايا، وخليكي الافكار الجميله لسه جايه ورا، يعني لسه جايه ورا كده. انا بقى ايه في الوقت دوت كنت غسلت الحاجه اللي عايزه تتغسل، وبدأت كده ايه اظبط كل حاجة ورصيتها في التلاجة. فقلت بقى ايه ندخل بقى كده على طول. يعني اول ما غسلتها شلتها في التلاجة وفطرنا، قعدنا فطرنا، وبعد الفطار مباشرة رحت قايمة كده على طول على المطبخ. بصوا انا يوم السوق ده ما بخرجش من المطبخ. ايه ده انت جايبه شويه مشتريات ملهاش لازمه. والله العظيم المشتريات دي عسل عسل عسل، وبخرج منها بافكار فظيعه، وبعمل منها حاجات برضو فظيعه. تعالوا كده مع بعض حباب قلبي. انا جبت كده الكبه، وجبت الفلفل الاحمر، يعني نقيت كده الفلفل الاحمر، بدات ايه اعمله. ومسكت كده الفلفل الاحمر، طبعا الخضار انا ما بغسلهوش، بس بمسك مثلا فوطه وببدا امسح البتنجان كويس والفلفل كويس والحاجات دي، وابدا احطها. اغسل ايه؟ ممكن اغسل العنب، ممكن اغسل التفاح، ممكن اغسل الخوخ، بس كده تمام. بصوا بقى هنبدا بقى ايه نقطع الفلفل الجميل القمر دوت. زي ما قلت لكم بعد ما خلصت الفلفل انا ايدي كانت مولعه نار، فاللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب. كل حاجه من عند ربنا سبحانه وتعالى حلوه جدا يا بنات، ودايما تحمدي ربنا كده، ودايما خلي لسانك كده معطر بذكر الرحمن. فبصوا بقى خلصت كده الفلفل وبدات اقطعه، وطبعا في افكار حلوه جدا جدا هنعملها بالفلفل كمان.
يعني بصوا حاجات تساعدك تسهل عليكي المطبخ، تسهل عليكي الحياه اليوميه في البيت، تسهل عليكي بقى الطبخ والحوارات دي كلها. وان شاء الله باذن الله تعالى بصي هتطلعي بافكار جميله. انت طبعا عارفه بعد الصيف على طول بندخل على الشتاء وعلى المدارس والحوارات دي، فحاولي على قد ما تقدري ان انت تفرزي الحاجات دي في الفريزر. خلي حاجه يعني بصي كل حاجه كده تحت ايدك. بصوا بقى، زي ما انتم شايفين قطعت كده الفلفل الاحمر وقطعت الفلفل الاخضر كمان وقطعت كده. بص حبايب قلبي في طبق تاني. طيب الطبق ده هتعملي بيه ايه؟ هقول لكم دلوقتي على افكار السحريه. بحط كده في الكبه شويه من الملح علشان يبقى سهل الفرم على طول، فبيتفرم معايا بمنتهى السهوله. وبحط كده زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي، حطيت كده الفلفل الاخضر لوحده والاحمر لوحده، وهنرجع الباقي في الكبه. طيب انا هعمل ايه؟ الفكره السحريه اللي انا هعملها دلوقتي، بحط بقى ايه ده. طبعا ايه يعني الفلفل الاحمر موجود والاخضر موجود. طيب ايه دوت بقى؟ ده بقى خلطه رهيبه جدا هتعمليها تكون جاهزه معاكي على طول. دي خلطه للسمك. طبعا انتوا عارفين انا كنت مقشره الثوم في التلاجة، وزي ما انتوا شايفين كده حطاه يا حباب قلبي، كان في شويه من الخل وحطيته كده، سواء زيت زيتون او خل. والله العظيم يا بنات الثوم دوت بقاله كده حوالي 3 اسابيع، فما شاء الله حلو جدا جدا زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بقى حطيت ايه؟ حطيت ملح وفلفل اسود، اسفه، ملح وكمون وكزبره، مش اكتر من كده. ولو عندك بقى بهارات سمك يا سلام بقى، ده يوديلك الطعم السمك بقى في حته تانية. ايه دوت يا بنات؟ ده خلطه للسمك جاهزه على طول، بحيث ان انت لو شويتي سمك، لو قليتي سمك، تخرجي كده بالمعلقه وتروحي جايه ايه غرفه كده بالمعلقه غرفه، وتروحي عامله بيه السمك. يبقى انت سهلت كده على نفسك اليوم. لو انت تعبانه، لو انت خارجه، لو انت في اي مشوار، ممكن تخرجي كده معلقتين وتتبلي السمك وتتبليه كده في الدقيق وتحطيه في التلاجة. يبقى انت كده وفرت على نفسك مجهود جامد جدا، بينفعك جدا جدا في الشتاء. بصوا بقى، ادي كده الفلفل الجميل القمر دوت. هنعمل ايه؟ حوالي معلقتين زيت كده على الطبقه كده من فوق، وبعد كده بقى ايه نبدا نغطيه ونحطه في الفريزر. وبص بقى ايه، مش قادره اقولك بقى على الروقان بقى، حاجه كده جميله جدا. ودي من الافكار السحريه اللي دايما بعتمدها وحلوه جدا ما شاء الله، ما بتاخدش معايا وقت. يعني بصي اتعبي على قد ما تقدري في حاجه 2-10. يعني انا لسه كمان هعمل البتنجان ولسه هعمل حوارات كتيره جدا. بصوا بقى يا بنات، هل هي دي الفكره؟ لا لسه، مش الفكره الخطيره لسه جايه ورا، لسه جايه ورا. بصوا بقى، ده فلفل. لما بيبقى عندي فلفل عندي بقى ايه، بعمله كده مخلل واحطه تحت ايدي، بسيبه بره يومين، وبعد كده على طول بعد اليومين مباشره بتروحي جايه حاطاه في التلاجة. يفضل معاكي بصي 6 شهور سنه، اي حاجه ما بيبصش ابدا ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. فانا حطيته كده حباب قلبي الفلفل دوت. طيب انا حاطه ايه في الفلفل ده؟ المشي بقى بتاعت ايه. بصوا كده، انت بتجيبي علبه الجبنه كده من بره، اللي هي ايه، اللي هي صفيحه علبه الجمال دي ما شاء الله. بصوا شايفين بقى انا عامله فيها ايه؟ انا عاملاها حصاله، غسلتها ونشفتها كويس جدا جدا جدا، وبعد كده بقى ايه ببدا احط فيها. دي بقى للحاجات اللي هي المنجزه الكبيره دي، خليها كده العلبه دي لحاجه كده ايه كبيره تكوني محتاجاها ان شاء الله. اما العلبه الصغيره دي بقى لما باجي من السوق اتوفر معايا اي حاجه، مثلا جنيه، 2 جنيه، 3 جنيه، 5 جنيه فكه، ببدا ارميها فيها، او 10 جنيه. ودي من الافكار السحريه الفظيعه اللي ممكن تعتمديها دايما وتعمليها، وان شاء الله يا بنات